مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم من نشره اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وابرز العناوين. العمل على توسيع انشطه البستنه في مديريه فرو. دعم المحتاجين في اسمره. انشطه نفير جماعي في مديريه حمل مالو لاصلاح مساقط المياه. عباس يعلن الانسحاب من اتفاقيات السلام الموقعه مع الولايات المتحده واسرائيل. استراليا تسعى لاعاده الحياه الى طبيعتها وسط خلاف مع الصين. وانهيار سد واخلاء سكان بسبب السيول في ولايه ميشيغان الامريكيه. مرحبا بكم. من العناوين الى التفاصيل. ذكر مسؤول مكتب وزارة الزراعة في فرو سيد تسفاي تولع بأن المزارعين يعملون جاهدين للانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة وتوسيع الزراعة المروية. وأوضح عن تقديم بذور الخضروات المحسنة ل 28 مزارعا نموذجيا هذا العام لتوسيع تنمية البساتين كما ونوعا وتشجيع المزارعين للإسهام في سد احتياجات الأسواق. وأشار إلى توزيع مضخات المياه التي تعمل بالطاقة اليدوية والطاقة الشمسية لأكثر من 30 مزارعا للاستخدام الجماعي في ملكا وروبا حداس ومحفيد. في غضون ذلك تنمو شتول النخيل الذي وزعته الوزارة ل10 مزارعين عام 2018 بشكل جيد، وأن الانتقال من زراعة الخضروات إلى أشجار الفواكه يحقق نتائج مرضية بفضل الخبرات المكتسبة. وأشار السيد تسفاي إلى وجود 10 مزارعين يعملون في الزراعة المروية في منطقة أفتها بتحويل سيول أمطار الصيف والشتاء، مؤكدا تقديم مكتب الزراعة النصح والإرشاد لهم وتوفير المبيدات. هذا وتوجد في مديرية فرو مساحة 8300 هكتار من الأراضي الزراعية، تشكل البساتين منها مساحة حوالي 60 هكتارا. قدم سكان أحياء قدايف وسنبل وجزباندا وتصارات وجرجرة الدعم للمحتاجين، فقد قدم التجار في قدايف أكثر من 53 ألف نقفة وتقديمها ل 98 أسرة على هيئة مواد غذائية، وتقديم دعم مماثل في سنبل بقيمة أكثر من 50 ألف نقفة ل 100 أسرة. وفي حي جزباندا قدم صاحب مطعم سكاي السيد تسفاي حقوس 10,000 نقفة، والمحسنين أكثر من 8,000 نقفة، والسيد علي محمد وزوجته إلسا زرزقي 5,000 نقفة لكل منهما وتوزيعها للمحتاجين. كما قدم مبلغ 15,000 نقفة بشكل جماعي في جرجرته وتوزيعه ل30 أسرة. وقدم دعما عينيا ل100 محتاج بقيمة أكثر من 14,000 نقفة مقدم من سكان ماينباسا بمديرية أخريا. كما قدم أصحاب المال في استثمارات أكثر من 23 ألف نقفة وتوزيعها بالمواد الغذائية ل 37 أسرة. قدم الدعم المالي والعيني للأسر الملازمة لبيوتها جراء وباء كورونا في مديريتي مندفرة ودقم حري. وفي هذا الإطار تبرع سكان ماي حرماز ب 28,500 نقفة، وكودفلاسي ب 13 كنتال ذرة، وإحدى المواطنات ب 6,500 نقفة. كما تبرعت جمعية المعاقين ذهنيا بالذرة والسكر ومواد النظافة ل 52 عضوا. في غضون ذلك سمح السيد مانويل جبر السلاسي بالسكن المجاني لشهرين لمن يستأجرون منزله، ومواطنة من جندع لشهر لمستأجري منزلها في مندفرة. والسيد سمرت سقاي من أمريكا لشهرين، والسيد طلسم أحمد من أديس أبابا لشهرين، والسيدة حداس عقبة لشهرين، وسلاس جبر تنسائي لشهر، والسيدة وداسي سيوم من السويد ل3 أشهر، والست جبريل سقاي من عدخالة ل3 أشهر في مندفرة. وقدم سكان أفلبا بمديرية دقم حاري مواد غذائية بقيمة 2000 نقفة ومواد نظافة و6 كنتال ذرة للمحتاجين، فضلا عن توزيع 5 كنتال ذرة ومواد غذائية بقيمة 2000 نقفة في ضاحية دخول. كما قدمت إدارة مديرية دقم حاري الذرة ل 34 من عضواته العاملات في النظافة بمعدل نصف كنتال لكل واحدة منهما. ودفع السيد عقبة حنون وزوجته المقيمان في أمريكا إيجار شهرين ل20 مستأجرا في ضاحية هدامو، بينما ألقى الدكتور تولي إساق من ألمانيا إيجار شهرين، والسيد تخصي هايلي إيجار شهرين، ومحاري غشي تولي جبريل إيجار 5 أشهر، وهيلي غشي جبري يوهنس ل4 أشهر، وتولي غشي أمها لشهرين،
وبرهان أسقدوم من جنوب السودان ل3 أشهر. يستمر المواطنون في الداخل والمهجر تقديم تبرعاتهم المالية والعينية لدعم جهود التصدي لوباء فيروس كورونا في البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. يقوم المواطنون في الداخل والمهجر على مستوى المؤسسات والإدارات والتنظيمات والاتحادات بالإضافة إلى المستوى الفردي والجمعي والأسري بمساهمات مالية وعينية لتنمية صندوق تصدي فيروس كورونا المستجد. ووفق التقارير اليومي لوزارة الصحة، ساهم سكان ماي لافو ب50,000 نافة، وماي سمومو ب40,000 نافة، وبلدة انداغرقش ب15,000 نافة. فيما ساهم كل من عدلكس وقسم دنغولو وفقيا جقمتي وعنا قعبين وعد أبراهام وبيت جبريل وعد بحر وعد دنفي ودعر كونعات ودنبا مجن وجزاخرا 7,000 نغفة، ومناطق جزا مدباي وعدي بركوت وجزا حملة ومين هايجون كل منهم 5,000 نغفة، ومناطق عدي أخيلو وعدي مخدا كل منهما 4,000 نغفة، وماي لبن وعدي شريتاي كل منهما 3,000 نغفة، ومطعم فلقت 5,000 نغفة، وكافتريا كفلاي 1,000 نغفة. كما ساهم سكان امبادرهو ب20,000 نغفة، وسكان زاقر ب15,000 نغفة، وطعرش ب12,000 نغفة، ومناطق شمانوغوس لعلاي ومغاركا وعد كولوم وعازين وقرمي وشمانوغوس تحتاي ودكسبه وكازين كل منهم 10,000 نغفة، وكندبا 8,000 نغفة، وحيلو 7,000 نغفة، ومناطق دقي بطرس ودفرة وعد شخا وعد نقودا وصحفلام وأفدي ومسفنتو ووكي وعد جن كل منهم 5,000 نغفة، وزاول 3,000 نغفة. في غضون ذلك يواصل المواطنون في جدة وضواحيها وجنوب المملكة العربية السعودية تبرعاتهم المالية، حيث تبرع المواطنون في مناطق جدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أكثر من 114 ألف ريال، والمواطنون المقيمون في جدة على المستويات الفردية 62,899 ريال، والمقيمون في مدينة جيزان 31,650 ريال، وفي بيش 10,300 ريال، وخميس ميشط 19,150 ريال، ومدن النماس والخضراء والحلبة 8,500 ريال، والمقيمون في جزيرة فرسان 6,800 ريال، وأصحاب السيارات البيضاء المقيمون في أبو عريش 7,000 ريال، وفي ينبع 2,300 ريال، وفي مدينة نوما 2,000 ريال، وجمعية الشباب جدة 2,000 ريال، وعضوات المرأة بجدة 14,075 ريال، أي ما مجموعه 281,762 ريال. من جهتهم يواصل الإريتريون في كينيا تبرعاتهم، حيث تبرعوا 103,000 دولار أمريكي لذات الغرض حسب المعلومات الواردة من السفارة الإريترية في كينيا. كما تبرع الطلاب الإريتريين في جامعة الزايد بالإمارات العربية المتحدة 3,570 درهم، والمقيمون في أبو ظبي 7,725 درهم. يقوم سكان منطقة موشي في مديرية حمل مالو بإقليم عنسبة بتنظيم أنشطة نفير جماعي لصيانة مساقط المياه وحماية التربة وحفظ المياه. وفي التوضيح الذي أدلى به سكان المنطقة لوكالة الأنباء الإريترية رينا بأن الهدف من الأنشطة التنموية الجارية هو وقاية السد الذي يستفاد منه في خدمات المياه وتربية الأسماك من الطمي وحمايته حتى لا يكون خارج إطار العمل. وأشاروا إلى أنهم اكتسبوا خلال السنوات الماضية تجارب عملية وثرة من تربية الأسماك في المياه العذبة في إطار الأنشطة الجارية لضمان الأمن الغذائي، حيث تنظم كل المهام بشكل جيد. وأشارت المهندس يوردانوس تخلزقي من مكتب الزراعة في المديرية إلى متابعتهم للنفير الجماعي المتمثل في بناء الحواجز المائية واستمرار العمل حتى بداية الخريف. من جهته ذكر مسؤول وحدة التنمية السمكية والخطط في فرع الثروة البحرية بإقليم عنسبة الشاب سلمون برخت تسيير أنشطة مماثلة في سد كليم بمديرية حلحل، وأن الأعمال الجارية في سد موشي جزءا لا يتجزأ من البرامج الموضوعة على مستوى الإقليم. وأشار إلى أن إصلاح مساقط المياه باستمرار يضمن سلامة خدمات السدود، وأن الأعمال الجارية في سد موشي تجرى بالتنسيق والتفاهم مع وزارة الزراعة.
دعما للجهود الحكومية والشعبية الحثيثة الجارية للتصدي لوباء كورونا وتداعياته، يواصل المواطنون في الداخل والمهجر تقديم مساهماتهم المالية والعينية وإلغاء إيجارات البيوت. تفاصيل أوسع في سياق التقرير التالي بصوت الزميلة حنان عمر. في الوقت الذي يساهم فيه المواطنون في الداخل والمهجر بتقديم مساعدات المحتاجين وإلقاء مدفوعات إيجار البيوت تصديا ووقاية لجائحة كورونا الذي أصاب العالم بالهلع والذعر، سمح المواطنون المقيمون في بريطانيا بالإقامة المجانية لمستأجري منازلهم ومؤسساتهم في مختلف مناطق البلاد. ووفق المعلومات الواردة من السفارة الإريترية، سمح السيد بيتا آب تسقاي ود ممهر إقامة مجانية ل4 أسر مستأجرة منزله ب4 أسمرة في أسمرة لشهرين، ولأسرة واحدة ل4 أشهر. والسيد استيفانوس مكونن لمستأجري منزله في بيت مخاء ل3 أشهر، وكبرتيزر أماريام لأسرة مستأجرة منزلها في كرن ل3 أشهر. والسيدة الجانيش اسمورام مع زوجها السيد تخلي جبرسلاسي لأسرتين مستأجرة منزلهما في إندا شويت بأسمرة لشهرين، وأسرتين في إندا بوند لشهرين، وأسرتين مستأجرة منزلهما في عداقة لشهرين. والسيد بيني أسمرم لمستأجري منزله ل4 أشهر. كما سمح السيدة ماني رأيا مع زوجتها السيدة الماس تخلي لأسرة مستأجرة منزلهما في أخرية ل6 أشهر، وفاطمة عبد الله لأسرة مستأجرة منزلها في جازاباندا حتى زوال كوفيد-19 من البلاد. ومأزا تخلي مريم لأسرة مستأجرة منزلها في ماي ولاخو لشهرين. والسيد كيداني ردا مع زوجته السيدة الماس قرمي لمستأجري منزلهما في إندا بوند لشهرين. والسيدة مبرات حقوس لأسرتين مستأجرتان منزلها في مصوع وأسمرة ل3 أشهر. وبرخت المدوم مع أبرش قبر مدهن لأسرة مستأجرة منزلهما في أسمرة لشهرين. ومواطنة تحفظت عن ذكر اسمها سمحت إقامة مجانية لأسر مستأجرة منزلها في كرن العلي بكرن لشهرين. والسيدة تقي أفورقي مع زوجها المتوفي تولدي بلاتا ل5 أسر مستأجرة لمنزلهما في امبادرهو لشهرين. كما سمح السيد تيتوس ألم إقامة مجانية ل3 أسر مستأجرة منزله في فروبيا أسمرة لشهرين. والسيد حبتي تسفلدت مع زوجته السيدة ألم أسملاش لأسرة مستأجرة منزلهما في بيت مخا ل3 أشهر. والسيد مبرهتو تولدي مع لوتشيا برهي لأسرة مستأجرة منزلهما في قحوطة أسمرة ل3 أشهر. والسيد برهي تسفي مع فرويني هبتو ل6 أسر مستأجرة منزلهما في هدامو بدق محري لشهرين. وتبلط من قست آب لأسرتين مستأجرة منزلها في عدي قعداد لشهرين. والسيد تخلى مريم انباية مع محرة حدقول لأسرة مستأجرة منزلهما في عدي قعداد ل3 أشهر. وطرها نقوسين لمستأجري مؤسستها في أسمرة لشهرين. وسمح السيد أقايق الشينغاسي المقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية إقامة مجانية ل6 أسر مستأجرة منزله في قلنفحي لشهرين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني، معتبرا أن ضم أراضي في الضفة الغربية يغوض فرص التوصل للسلام. وفي كلمة للرئيس الفلسطيني خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، جاء أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات بما فيها الاتفاقيات الأمنية. وكان عباس قد هدد مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعلن قطع كل العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقب إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. ووافق البرلمان الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني جانتس.
أعلن المسؤولون في أستراليا عن مجموعة من الخطط لاستئناف الحياة العامة بوتيرة سريعة من أجل دفع الاقتصاد المتضرر تزامنا مع خلاف دبلوماسي مع الصين شركتها الرئيسية في التجارة. ويأتي استئناف أنشطة الأعمال والحياة الاجتماعية في أنحاء البلاد وسط خلاف مع الصين يتعلق بدور استراليا القيادي في الحث على إجراء تحقيق دولي بخصوص منشأ فيروس كورونا المستجد. وتصف الصين محاولات استراليا حشد التأييد لإجراء التحقيق بأنها مناورة سياسية. وحظرت بكين الأسبوع الماضي بعض صادرات اللحوم الأسترالية متعللة بمخالفات تتعلق بالعلامات التجارية. وفرضت هذا الأسبوع تعريفات كبيرة على واردات الشعير من أستراليا لمكافحة الإغراق والتأثير على الدعم الحكومي. وقد يؤثر الخلاف على خطط الجامعات لإعادة جذب الطلاب، إذ يمثل الطلاب الصينيون نحو 40% من عدد الدارسين بقطاع التعليم العالي الدولي في أستراليا. أجلي نحو 10,000 شخص في وسط ولاية ميشيغان الأمريكية بعد انهيار سد إيدنفيل في مقاطعة ميدلاند نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار. وللمرة الثانية خلال 24 ساعة أصدرت سلطات الولاية أوامر للأسر التي تعيش بالقرب من نهر تيتابواسي في وسط الولاية بترك منازلهم. وكانت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت من احتمال أن تزداد الأوضاع سوءا. وقد لجأ العاملون في قسم الطوارئ إلى طرق أبواب السكان لإبلاغهم بضرورة إخلاء بيوتهم، خاصة أولئك المقيمين بالقرب من منطقة السد خوفا من ارتفاع منسوب المياه. وقالت الناطقة باسم مقاطعة ميدلاند أن عمليات الإجلاء تشمل بلدتي إيدنفيل وسامفورد وأجزاء من مدينة ميدلاند التي يسكنها نحو 42 ألف شخص. الخبر الأخير: تمكن الصيني اختطف عندما كان طفلا من العثور على والديه بعد 32 عاما من الانفصال عنهما بعد استخدام الشرطة تقنية التعرف على الوجوه للمساعدة في تعقبه. وكان ماو ين في الثانية من العمر عندما تعرض لعملية خطف خارج فندق في تشيان في مقاطعة شانشي في العام 1988. وبيع لزوجين ليس لديهما أطفال في مقاطعة سيتشوان المجاورة قاما بتربيته كابن لهما، وفق ما قال مكتب الأمن العام في شيان في بيان. ووفقا لمحطة CCTV الحكومية، فإن الشرطة غيرت ملامحه لزيادة عمره مستخدمة إحدى صور ماو عندما كان طفلا، واستخدم النموذج لمسح قاعدة البيانات الوطنية والعثور على تطابقات وثيقة. والتقى ماو الذي يبلغ الآن 34 عاما والديه اللذين لم يتوقفا يوما عن البحث عن طفلهما المفقود. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الشرطة ساعدت أكثر من 6300 عائلة في إيجاد أطفالها المخطوفين خلال العقد الماضي عبر نظام مطابقة الحمض النووي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.